خاصنا اننا نستثمروا في الاجيال القادمه. السي رئيس الحكومه، اش هو الاستثمار في الاجيال القادمه؟ الاستثمار في الاجيال القادمه هو التعليم. ان خاصنا نعلموهم، لان داكشي اللي كتقول اليوم انت بانك عندك داك الخاتم، ديك لاباك ماجيك اللي عندك دايرها في صبعك، اللي مسخنه لك كتافك، اللي كتقول بان كتافك سخان، كتافك سخان، كتقول انت سخان بالمنجزات، منجزات زيرو. نحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بالعمل ديالكم اليومي. المنجزات زيرو. الدليل الاخر انك الوحيد اللي الثروه ديالك كترتفع، بينما الشعب كيغرق في المديونيه. شرفاء الوطن والرجال اللي تعاقبوا على هذا الوطن راه عطاو من الثروه ديالهم لانقاذ الوطن. انت اش عطيتي؟ الشفاوي دعوه الله اشنو عطيتي؟ غنجيو نقلبوا غنلقاوك كتخلص بانك كتقبض الراتب ديال رئيس الحكومه. خرج اكد للمغاربه تقدر، عكس الوزراء ولا رؤساء الحكومات السابقه، بلا ما نجبدوا السميات راكم عارفينهم، اللي اشتغلوا ولا الوزراء اللي اشتغلوا بدون مقابل، بدون راتب. قولوا حتى هذه غير كذوب. قولوا كيجي في هذيك لاباك ماجيك، هذاك الخاتم السحري اللي عندك، اللي كيخليك غير انت اللي كتربح، غير انت اللي كتربح انت وصحابك وباقي المبدعين، لان داكشي اللي كتربح وكترش. انك كتربح وكترش على الاخرين، فهذوك الاخرين هما المبدعين، لان هذوك باش انك تبقى ترش عليهم كيخصهم يبدعوا. فاش كيبدعوا؟ في فساد. اي فساد؟ هذا هو الجيل، هذا هو الانتقال الجيلي. الانتقال الجيلي هذه رساله مشفره كتبعثها جميع القلوب الضعيفه من المبدعين اللي اليوم كترعب، كتقول لهم بان اليوم اننا نعمل على الانتقال الجيلي، بمعنى اننا سنقاوم، باننا سنستمر في الثوره المضاده ضد ماذا؟ الانتقال العلمي اللي اليوم الانتقال الى عهد جديد. هذا شناهي؟ كتوري وكتاكد الخيانه. اليوم كتفسروا كتقولوا كل شيء وكتعترفوا بلا ما تجيبوا الهرقاوي يدوزكم يدير لكم الاعتراف. كتعترفوا بوحديتكم ملي كتخرج كتقول الانتقال الجيلي. ملي كتقول الانتقال الجيلي سالينا بوحديتك. علاش بالضبط الانتقال الجيلي؟ قلبتوا في العربيه ما لقيتوا والو. الانتقال الجيلي مره اخرى غنسطر عليها. الانتقال الجيلي هو الدفاع على استمرار الحياه الطبيعيه الفاسده. الحياه الطبيعيه الفاسده اشنا هي الكاش فلو مقابل الخرده. ما كاين لا مشاريع تنمويه ولا هم يحزنون، ما كاين لا ملفات كبرى. ملي كتقول استمرار المشاريع التنمويه، اين هي المشاريع التنمويه؟ اين هي المشاريع التنمويه اللي كتساهم فيها؟ يلا ورينا. يلا اخر تدخل الملكي. الملف تاع الماء تتخرجوا اليوم الملف ديال الماء بدات كتفضح الحقيقه. نعم نؤكد المسؤوليه ديال المتعاقبين. نعم كنأكدوا المسؤوليه ديال الوزراء المعفيين، ان الوزراء المعفيين في الحكومه السابقه، وهنايا كنقولوا بالاخص الوزراء ديال حزب الكتاب، نعم تيخصهم المحاسبه. علاش تم الاعفاء ديالو؟ لانهم ما قاموش بالواجب ديالو. التسربات والشيء اللي كنا كنسمعوا مثلا في قطاع الماء كان فساد عند وزيره جوج فرانك وعند الذراع الايمن ديالها التازي اللي كان استاذ ديال الرياضيات ولا ملياردير في الاستثمار في الماء. تاع هاد الاستثمارات سيروا قلبوا غادي تفرجوا في الابداع اللي داروا بابساوه اللي هي كانت عندك جوج فرانك وعندك الدجيجه. هادو بعدا كانوا غاديين دايرين نفس لي موديل، موديل محطوط في الماء، واحد الموديل محطوط في الصحه. ناهيك على وزاره التشغيل راكم عارفين. الاخر اللي حصلتوه اللي دخل اللي جا للبرلمان ما عاقلش، والسارح اللي جا من موراه اللي بدل الحيوط تا هو باش ما يتسمع الصوت ديال الاسرار اللي كدور عنده في المكتب. عاد جاو المضلين وسيروا شوفوا اشنو داير مع المقربين ديالو اللي مختصين في المعمار ولا في التعمير، اللي مهندسين في التعمير. سيروا شوفوا الفساد اللي كاين. نعم اليوم نستحضر مادام كاين المحاسبه ان الوزراء اللي تعفاو ولا اللي تعفاو بسبب المشاكل ديال تعطل المشاريع ديال الشمال، هذاك الشيء كلشو خاصو يتحاسب. باش غيتحاسب داكشي بالانتقال العلمي. فالانتقال الجيلي اللي كتجي اليوم كتقول هاد غير تكريس الحياه الطبيعيه الفاسده. هذه النقطه الاخيره اللي غنختم بها هاد المباشر، وهي اليوم انه البارح ملي جا كيهضر كيحلف فمو على غاز روسيا، ولكن ما حلش فمو، ما قدرش يجبد الجواميس. اليوم اش كيقولوا المغاربه؟ تيقول لك لا اثر للجواميس السوق. هذوك الجواميس يلا شفناهم انهم كيجروا في الزنقه.
فين مشاو فين طاروا فين هذا ما عرفناش. حنا اللجنه العلميه الشعبيه قلنا يجب حرقهم. حنا عارفين ما غاديش يحرقوهم، انهم غادي داكشي كامل غيطحنوه، ان داكشي كامل غيطحنوه غادي يصرفوه. فهذا ما تكلمش عليها بمعنى ان التجربه ولا الاستيراد ديال الجواميس تجربه فاسده اللي تصدات لها اللجنه العلميه الشعبيه، التي افشلتها اللجنه العلميه الشعبيه. باش ما خناش خرجنا حنا هاجمنا الجواميس. كيف غتقولوا شحال هذه بان الاندلسي خرج في البدايه؟ علاش؟ لان بابساوا بدا كنشروا بانه كان طلب من بابساوا باش يعطيه وزير الصحه باش يعطيه هذا وما عطاوش، هو يخدم لانه سرق من باستور ودار من هنا ودار من هنا ودار من هنا. حتى الجواميس كنتو تخرجوا تقولوا نفس الشيء، قولوا لا الاندلسي خرج كيطعن وتيكذب وكيشوش على الصفقه ديال الجواميس. خرجوا قولوها لانه اتصل برئيس الحكومه وما بغاش يعطيه حقه، لانه ابتزوا، لانه طلب القد والقلب. جبدوا هذا الشيء قولوه، مالكم دمستوا القضيه، فمن فشلات لي القضيه ديال الجواميس غيجيب لكم الحواله انا تنقولها لكم. جيو عاوتاني تباكاو من بعد هذا، خرجوا افترسوا، واخا مع كامل الاحترام لكم خرجوا عاود افترسوا. كنعرف كاين ارتفاع ديال الوعي داخل المجتمع، ولكن الجواميس راه غادي تعاود. لان شنو هو؟ لان شنو الكاش فلو غادي ينتقم. وهذه راه تاكدت لكم بانه ينتقم، بانه يقوم بثورة مضادة، يقود ثورة مضادة ضدنا، ضد المجتمع العلمي المدني، ضد ثورة ملك وشعب علمية التي هزمتهم رغم داكشي كامل اللي تيقول، رغم النفوذ، رغم داك اللي مسخنين ليه كتافو، رغم داكشي كامل اللي قال. فاحنا شكون اللي مسخن لينا كتافنا مالكنا، الله يحفظه والله ينصرو الله يشافيه. هادشي ما عندنا حتى شي حاجه اخرى. واللي لقى شي حاجه يجبدها. فالانتقام القادم، اشنو السيناريو القادم من المغاربه؟ السيناريو القادم هو القالب انه في الحواله يكونوا ديال البروج ولا يكونوا ديال هذه ولا هذه، كلشي مخدوم المغاربه، كلشي مخدوم. ما تجيوش من بعد عاود تباكاو وتقولوا ما عرفناش ولا ما سمعناش ولا هذا. فالحاضر يبلغ الغيب. الشيء اللي درتو على الجواميس غديروه على الحواله. ما كنبيع حواله، ما كنصاوب حواله. تنقول لكم الحقيقه، فما تتبعوش القنوات ديال الاسترزاق ولا هذه. صنتوا مزيان، راه الدقه داكشي كامل، المقاطعه اللي درتو ليه الخرده ديال الثالثه والرابعه، هذاك الشيء كلشي باقي يقلب على فين يرد الصرف. فقبل المحاوله الاولى ديال الجواميس ما صدقاتش، دابا غيدوز لكم الثانيه. يجيبوا منين ما بغا، يجيبوا من المغاربه، يجيبهم منين ما بغا يجيبهم. فلا ثقه، ما كاينش الصمود. اليوم اش كيستلزم؟ ان الثقه صفر، ان يجب ان نشتغل، اننا نواصل الصمود، اننا ندافع عن السن الاجتماعي ونتعلقوا بالسن الاجتماعي ديالنا. ما كاين حتى شي حاجه اخرى، وغاديين في الطريق الصحيح. فالتدخلات الملكيه، التدخل الاول اش كان في الطاقه، التدخل الثاني اش كان في التحولات ولا التطورات ولا الانتقال العلمي في كل ما يخص الفوسفات. التدخل الثالث الماء اللي تيخرج رغم هادشي كامل الفساد اللي فيه، وتيخرج الوزير السارح ديال البابسا وتيقول لك مين في الماء في ايادي امنه. حنا بغينا نعرفوا، كنتسناو فيه يخرج عاوتاني ويقول لنا ماذا يعني بالايادي الامنه. واش ايادي امنه ديال شرفات ديال وزيره جوج فرانك؟ بغينا نعرفوا. ولا الايادي الامنه ديال بن عبد الله ديال المضلل؟ ديال من الايادي الامنه؟ ديال من؟ اليوم كيقول لك بوخنشه غادي فضح. ماذا تنتظر؟ ولا كتهددهم بالفضح باش يسكتوا، باش ما يبقاش يدويو؟ فضح. فالتدخل الجاي غيكون الاباده. التدخل الملكي الجاي منين انت خدام كتافك سخوان. علاش كيعتقك الملك؟ علاش الملك ما عاتقكش انت؟ ما كيعتقكش انت اسحب هذه الكلمه ديال انه كيعتقك، انه كيعتق، كيدخل باش يعتق البلاد اللي انت اليوم مسؤول على التسيير ديالها امام الشعب. انت اللي عزلك الشعب باش تخدم. اما الملك ما يجيش ما خاصوش ولكن ما يمكنش نخليو البلاد تمشي. علاش؟ لاننا في الانتقال، التدخلات الملكيه كتقاد الطريق للانتقال العلمي، لان شنو بغيتو نتوما ديروا؟ لان كيبان بان راه معروف المخطط ديالكم بانكم باغيين توقفوا البلاد. فما يمكنش الملك يبقى يتفرج عكس داكشي اللي كيقولوا شي وحدين. فاحنا اش كنشوفوا من مور هادشي؟ ان الملف الجاي هو ملف الاباده. النقطة الأخيرة وغادي نختم هي القضية ديال الميلي. أنا نلقى الدار البيضاء كلها مستعجلات. عادي أنك تلقى الدار البيضاء كلها مستعجلات. عرفتي علاش؟ لأنك قبل ما تكون تولي مسؤولة على الدار البيضاء كنتي كتسرقي الدواء. فالمواطنين الدواء اللي كيتعطاهم
اللي كيتعطاهم خاصه المعوزين الفئات الهشه اللي كيتعطاهم الدواء وعلى راسه الانسولين ما كيتوصلوش به. اذا واحد ما ياخذش الانسولين فين بغيتي يمشي ما يمشيش للمستعجلات. اذا استودعكم في امان الله، بقيت ليله ممتعه، وعفوا على الصوت لان شويه ديال البرد. فاتمنى لكم بقيه ليله ممتعه، والبارطاج الاخوان، البارطاج اللي تعم الفائده، خاصه نركزوا على عيد الاضحى. اما فيما يخص الانتقال العلمي فان راه حنا سبقناهم، خليهم راه يلا كيتعلموا داكشي اللي قلناه هذه 3 سنوات ولا 4 سنوات. يلا اليوم كيتعلموا انهم بداو تيرددوا في داكشي حتى تاكدوا بانهم راهم خبر في راسكم بلا ما نزيدوا. اذا احبكم تحيه نضاليه. عاش الملك ليسقط الخونه. كلنا من اجل انتقال علمي من الحياه الطبيعيه الفاسده الى مغرب ما بعد السلالات، الى مغرب العهد الجديد بحكومه علميه لا منتميه يرأسها الامير مولاي الحسن حفظه الله.